انتهت المحاولات وللأسف مفيش فايدة. النهاردة كان آخر يوم في رحلة البحث عن الغريق الشاب أحمد حمدي، الشاب اللي غرق في مصيف رأس البر. رحلة البحث عن الجثمان انتهت وأعلنت صلاة الغائب غدا الجمعة بعد بحث شاق من الغواصين ورجال الإنقاذ النهري والناس كلها اللي شاركت في البحث ده. حرفيا أهله والناس دول عملوا المستحيل عشان يلاقوا الجثة، ولكن للأسف ما وصلوش لأي حاجة بعد 20 يوم. صلاة الغائب هتبقى فين وإيه التفاصيل اللي حصلت وهل أهله استسلموا ولا لأ؟ هنتكلم عن كل ده في الفيديو ده. بس لو أنت مش عارف أنا بتكلم عن مين ولسه جديد فخليكم معايا بالظبط 5 دقايق وأنا هفهمكم الحكاية من ساعة ما أحمد راح رأس البر لحد ما غرق في ال 20 يوم. هلخص لك ال 20 يوم في 5 دقايق. معاكم زيكو ويلا بينا نبدأ. الأول، هو مين أحمد حمدي ده؟ أحمد حمدي رزق طالب عنده 20 سنة في كلية التجارة من مدينة السنبلاوين. أحمد كان بيشتغل كهربائي ورايح رأس البر مش عشان يصيف، لأ، رايح ياكل عيش. واللي ما يعرفش مدينة رأس البر فهي مدينة ساحلية في محافظة دمياط، فيها مصيف، فأكيد اللي رايح أكيد هيتمشى على الشط شوية، خصوصا إنها مدينة ساحلية وكان ميعاد الشغل بتاعه لسه ما جاش. أحمد وهو ماشي شاف 3 أطفال بيغرقوا. أحمد ما ترددش لحظة واحدة ونزل وأنقذهم، ولكن الموجة كانت أقوى منه وغدارة. الموجة للأسف سحبته لجوه. على ما أصحابه جم والمنقذين شافوه كان للأسف الموجة خدته لجوه قوي ومحدش عارف يعمل حاجة. للأسف الموضوع كان صعب، وكل ما يعدي وقت الموضوع بيبقى أصعب وأصعب، لأن إحنا هنا مش بنتكلم عن نهر فأنت عارف الطول من العرض وعارف هو غرق فين فتعرف تجيبه. لأ، أنت بتتكلم عن بحر مفتوح، فأنت الجثة توقع إنها في أي مكان. أنت بحر مفتوح مش مكان صغير، فأنت كل ما يعدي معاك وقت أكتر الموضوع بيكون أصعب وأصعب وأصعب. جه عدد من الغواصين ورجال الإنقاذ النهري وأهل جم وأصحابه وناس كتيرة من مدينة رأس البر. حرفيا رأس البر كلها كانت بتدور على الشاب ده. حتى أنا عملت فيديو بعد اليوم ال 15 من الغرق عن أحمد حمدي. أنت 15 يوم ما كانوش لاقوه، وكان لحد اللحظة دي ما لقاهوش. طب إيه يا رجالة، هنستسلم ولا إيه؟ اللي كان يشوف منظر والده ووالدته وأهله في الوقت ده هيصعب عليهم جدًا، جدًا، جدًا ابنهم. تخيل أنت في ظلمات البحر بقالك 20 يوم ما أنتش عارف ابنك فين، ما أنتش عارف الجثة فين. أنت عايز تدفن ابنك، أنت خلاص استسلمت لقضاء وأمر ربنا إن هو مات وغرق، ونحتسبه من الشهداء إن شاء الله. بس أنت عايز ابنك تدفنه، أنت عايز بعد كده لمّا تروح تزوره عايز ابنك فين؟ فده اللي كان مخلّي الموضوع صعب جدًا، لأن الموضوع أخد وقت طويل وحصل مواضيع كتيرة، لحد ما جه مين يا معلم؟ العنتيل. هشام الشبكي، اشهر غواص على الميديا. ايه حكايه الراجل ده وليه الميديا كلها مقلوبه عليه وبتشتمه؟ هنتكلم عن كل ده وايه حكايته مع اهل احمد بالتفصيل، وهناخد تصريحات من الاثنين هنتكلم برضو عن ده. بس الاول محتاجين نتكلم عن موضوع صلاه الغائب والتفاصيل دي هتكون فين قبل ما نتكلم على عمنا هشام الشبكي. دار الإفتاء أفتت بإلقاء صلاة الغائب على الشهيد بإذن ربه إن شاء الله الشاب أحمد حمدي شهيد الغرق. في لفتة إنسانية استقبل النهاردة فضيلة المفتي الدكتور نظير محمد عياد والدي الشاب أحمد حمدي اللي فقد حياته غرقا في مصيف رأس البر ولم يتم العثور عليه منذ 20 يوم أو من 20 يوم. فضيلة المفتي أفتى بإقامة صلاة الغائب على أحمد واحتسابه إن شاء الله من الشهداء. صلاة الغائب هتكون يوم الجمعة 11 يوليو 2025 بعد الصلاة مباشرة. هتكون في مسجد اسمه مسجد النور في مدينة السنبلاوية، وطبعا كل مساجد المدينة هتكون برضو الصلاة بإذن الله، وهيكون حاضر طبعا كبار علماء دار الإفتاء. ربنا يحتسبه من الشهداء ويصبر أهله اللهم آمين. قبل ما نختم بقى نيجي للغواص هشام الشبكي. ايه بقى حكايه الغواص ده وليه الميديا كلها اتقلبت عليه وناس كتير هجمته وهددته؟ هنتكلم عن كل ده وهنسمع من الطرفين. الاول، هو مين هشام الشبكي؟ هشام الشبكي غواص من اسكندريه الجميله، مشهور على الميديا ونشط مؤخرا في اغلب حالات الغرق اللي بتبقى مشهوره او اغلب حالات الغرق عموما. الله يجازيه الخير على اللي هو بيعمله. لكن بقى ايه حكايته مع احمد؟ اهل احمد كلمهم الغواص المشهور على الميديا. الاول طلب منهم 20,000 جنيه ايجار المعدات، مفيش مشكله وما عندوش اي غلط، لان طبعا احنا عارفين ان معدات الغطس غاليه. المشكله بقى كانت في ايه؟ ان بعد ما خد الفلوس او قبل ما ياخد الفلوس كمان تصريحاته: انا الغواص المشهور، ان شاء الله انا اللي هجيبه، انا اللي هعمل، انا اللي هخلي، انا اللي هجيب الدب من ديله بمعنى اصح. وده مش كلامي، ده كلام مين؟ ابو احمد اللي هوريكم الفيديو بتاعه كمان شويه. اهل الغريق بقى اللي بقى لهم 12 يوم او 13 يوم متعلقين بقى الشاي، فخلاص بقى الحاج هشام هيجي هو اللي هيجيب الدب من ديله، هو اللي هيطلع الجثه. بالفعل جه ووصل مدينه راس البر ودور مره واثنين وثلاثه وللاسف ما لقاش الجثه. لكن بقى اللي خلى الدنيا تتقلب عليه هو الفيديو ده. اسمع الفيديو معايا كده. القرفة بتاعته استغفر الله العظيم يا رب
هو دخل الميت قرفته استغفر الله العظيم. يا معلم الكلام ده ما يطلعش من صبي مش من غواص محترف. فاهل الميت طبعا لما يسمعوا الفيديو ده على ابنهم اللي غرقان في قلب البحر بقاله 12 يوم او 15 يوم ومش عارفين يجيبوه وقرفته وحشه، يعني حظه وحش، هو نحس، ده معنى الكلمه. فطبيعي الدنيا هتقوم ومش هتقعد، لان ده مش واحد عايش، ده ميت وفي قلب البحر وبقاله 15 يوم. لكن بقى مشكلة هشام الشبكي في لسانه إن تصريحاته فيها ثقة زايدة قوي ومبالغ فيها، فمخلي أهل الميت أو أهل الغريق بيتعلقوا في قشاية وفي الآخر مفيش حاجة. ده غير برضه إن انتشر في فيديو تاني، اسمعوا معايا. على وسخه ولسانكم طويل، ما انا لساني اوسخ. يا بقر الغريق مشى. الكلام بصراحة مش كويس، حتى لو كان فيه هجوم حاد ومبالغ فيه على الغواص، لا الكلام مش كويس خالص منك بصراحة. ده فيديو لأبو أحمد. كان الراجل اللي اسمه هشام عمال كل شويه يقول ده انا بعمل ده انا بعمل ده انا بعمل، ويبعت لي يقول لي انا استرقاه عشان يجي يطلع ابني، انا استرقت ربنا. فبعد الكلام ده طبيعي الميديا هتتقلق. ليه؟ الثقة الزايدة في النفس بتجيب ساعات نتائج سلبية لو ما حققتش الغرض المراد منها. طبعا قبل أي حاجة عشان ما نهاجمش ده ولا نطلع ده غلطان ولا ده غلطان، دي حاجة بتاعت ربنا، ده قدر ربنا يا جماعة. الناس اللي بتهاجم دي كلها والناس اللي مقطعة فروة الراجل ده حرفيا وهو السبب إن هو ما طلعوش، يا جماعة ده قضاء ربنا، ربنا هو اللي كاتب له كده، ربنا اللي كاتب له الموتة دي، ربنا اللي كاتب له إن هو مش هيطلع من البحر وإن هو هيموت في قلبه. فإحنا استغفر الله العظيم هنعترض على إيه أو هنمسك في إيه؟ فإحنا لازم نكون مؤمنين في الأول وفي الآخر باللي حصل. الله يرحم الشهيد إن شاء الله أحمد حمدي، وزي ما قلنا صلاة الغائب هتكون عليه يوم الجمعة 11/7/2025، فربنا يصبر أهله على ما بلاهم يا رب اللهم آمين. لو بتشوفني لأول مرة ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوفني تاني، وما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك واليوتيوب يقترح الفيديو للناس التانية. كان معاكم زيكو، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير.